السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وشحال هادي ما لحت والو في القناة ديالي، ما شاركت معكم حتى حاجة. دابا جيت باش نشارك معكم واحد حليوة من الحلاوي ديال زمان. كانت واحد السيدة جارتنا كانت قادتها وعجباتني بزاف والله. الا بقى داك المذاق ديالها ما بقات عجباني. فاش كنت صغيرة هكا وصافي قلت علاش لا ما نقادهاش لوليداتي، وقلت باش نشارك معكم الطريقه ديالها ان شاء الله. غادي نحتاجو فيها واحد 250 غرام ديال الزبده من اصل نباتي. نتوما الا كانت الزبده من اصل حيواني من الاحسن، تجي لذيذه بزاف. غادي نحتاجو كاس ديال سنيده بعبر العنبه، كاس عامر ديال سنيده. غادي نحتاجو فيها واحد 7 ديال الاصفر ديال البيض، غير الاصفر والابيض ديال البيض تنحتفظوا به. غادي نحتاجوه للتزيين ان شاء الله. غادي نحتاجو واحد 300 غرام ديال الزبيب الاسود اللي غادي نشدوه، غادي نغسلوه مزيان وغادي نديروه في شي شبيكه يتسقطر. من بعد ما يتسقطر غادي نقطعوه رقيق. وغادي نحتاجو الدقيق على حسب الخليط. غادي نحتاجو واحد القبيصه ديال الملحه، وعندنا واحد جوج فانيات سكر فاني. الا كان عندكم الفاني من الاحسن ديروه. عندنا واحد جوج خمارات. دابا غادي ندوزو على بركه الله باش نحضروا هاد الحليوه ديالنا. غادي نجيب واحد القصعه فاش غادي نقادو هاد الحلوه. هنا جبنا القصعه فاش غادي نعجنوا هاد الحلوه ديالنا. غادي نجيب هذيك 250 غرام ديال الزبده، ربعه ديال الزبده. كي قلت لكم هنا عندي من اصل نباتي يعني مارغرين. بغيتو ديروا من اصل حيواني زبده العبر راه تتجي لذيذه بزاف. زدت عليها كاس ديال سنيده قلت لكم بعبر العنبه، وجوج فانيات، وواحد القبيصه ديال الملحه. وغادي ندلكو هاد الزبده مع سنيده وداك الفاني والمليحه، ندلكوهم مزيان. هنا بعد ما دلكنا الزبده مزيان حتى ما تتبقاش فيها دوك الحبيبات هكا مع سنيده. دابا غادي نزيدو عليها دوك 7 ديال الاصفر ديال البيض. كي قلت لكم الابيض راه غادي نحتفظوا به حيت نحتاجوه للتزيين. هنا غادي نعجنو مزيان هذيك سنيده مع البيض حتى يولي بحال شكل البوماض والزبده. هانتوما بعد ما تخلط مزيان هذا الخليط ديالنا، شفتوا كي تيولي ما يبقاوش دوك الحبيبات فيه، تتخلط مزيان. زدنا عليهم 300 غرام ديال الزبيب. كي قلت لكم تنغسلوه مزيان ونسقطروه في شي شبيكه ولا ونقطعوه رقيق. الزبيب الاسود بعد ما خلطنا الزبيب مع الزبده، دابا غادي نبداو تنزيدو الدقيق غير شوي بشوي. المهم هي راه تتهز واحد شويه ديال الطحين، نتوما تتزيدوا نتوما تتجمعوا. وغادي نزيدو دوك جوج شاصيات ديال الخميره ونخلطوا الحلوه ديالنا مزيان حتى يتجمع هذاك الخليط. صافي هنا بعد ما تجمعات الحلوه كي تتشوفوا هانتوما العجين ديالنا تجمعات مزيان. هانتوما شفتوا القوام ديالها كيفاش تيجي. هنا بالنسبه للكاوكاو غادي نحتاجو كاوكاو للتزيين. غادي نحتاجو واحد 200 غرام ديال الكاوكاو اللي تيكون تنخليو داك الكاوكاو الرقيق داك اللي تيكون احمر بالقشره ديالو، نحمروه شويه ونهرمشوه ونخليوه بالقشره كي قلت لكم. غادي نحتاجو هنايا الابيض ديال البيض اللي خلينا من دوك البيضات، وجبت لاطه اللي فرشتها بالورق ديال الزبده. غادي ناخذ هاد الخليط ديالي تاع العجينه ونديرو على شكل هكا على كويرات بهذه الطريقه هكا على حسب الحجم نتوما اللي بغيتو. تنديروا الوجه ديالهم في الابيض ديال البيض ونديرهم في هذا الكاوكاو. تتحمروه في المقيله ولا ديروه في الفران. المهم غير ما يتحمرش بزاف كاع حيت باقي غادي يطيب. وتنهرمشوه وتنخليوه كي قلت لكم بالقشره ديالو تيبقى غليظ شويه. هانتوما شفتوا الكرات انا قداش درتهم بهذا الشكل هكا. وتنديروا ليهم الوجه ديالهم في كاوكاو. تنديروا الوجه
في الابيض ديال البيض ونعاودو نديروه في داك كاوكاو باش تيهز لينا واحد شويه ديال الكاوكاو، وتنديروهم في اللاطه ديالهم. غادي نستمر انا على هاد الطريقه تنسالي كاع هاد العجين اللي عندي. صافي هنا بعد ما ساليت العجين اللي عندي كامله درتها في اللاطه. المهم هاد العجين راه تتخرج لينا واحد الكميه زعما لا باس بها ديال الحلوه. صافي دابا غادي ندوز غادي ندخلها للفران اللي تنكونوا مسخنينه من قبل، ونخليوها طيب على عافيه مهيله عاد نزلوها تحمر اللوجه ديالها. هنا بعد ما طابت الحلوه ديالنا نتوما تتشوفوا الشكل ديالها كيفاش تيجي، تتجي لذيذه وتتجي زوينه وصحيه بالنسبه للاطفال. والله العظيم انا بعدا تتعجبني بزاف. تنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجباتكم ما تنساونيش من التعليقات ديالكم اللي تيزيدوا يشجعوني.